نشاط بالبتول او اللي هو بده يجي بشكل طبيعي. نسمع مشاكل أسرية، نسمع زوجة ضربت أو قتلت، أطفال ضيعتهم شهوات أب أو انجرى في وراء حقنة أو حبة أو اليوم نحن بصدد افتتاح مركز الأمل لمعالجة الإدمان. طبعا مركز الأمل هو يعني تم التنسيق له من فترة طويلة بين منظمة مارس ومنظمة شفق ومديرية صحة غصن الزيتون. طبعا تم التجهيز، تم هيكلية البناء لأنه يستقطب تقريبا يكون 20 سرير، 14 سرير للذكور و6 أسرة للنساء. راح يكون في مركز أيضا دعم نفسي ومركز علاجي لعلاج المدمنين. طبعا راح يكون بلشنا نحن باستقبال المرضى في هذا المكان. راح يكون في دعم كامل للمدمنين، راح يكون في سرية تامة بهذا المكان. فلذلك انه نحن بنشجع جميع الاشخاص بمراجعة هذا المكان للعلاج. ودعم النفسي مع اخصائيين ففعليا فريق العمل وشكرهم على صبرهم والتزامهم الدكتور عبد المغيث صالح، المدير الإداري لمركز أمل. مركز أمل جاء نتيجة احتياج وتقييم احتياج للمنطقة نتيجة انتشار الأمراض النفسية وسوء استخدام المواد بين قوسين الإدمان. طبعا المركز جاء بتمويل من CDCS الداعم الفرنسي وبإشراف وتنفيذ من منظمتي مارس وشفق. المركز يحتوي على 20 سرير، يستقبل 20 مريض في وحدة الاستشفاء الداخلية بين ذكور وإناث، طبعا بأقسام منفصلة، بالإضافة إلى عيادات خارجية لمعالجة الأمراض النفسية المختلفة وخفيفة الشدة ومتوسطة الشدة بإشراف أطباء نفسيين مختصين وممرضين نفسيين أيضا مختصين. المركز جاء نتيجة الحاجة كما ذكرنا في مدينة عفرين في حي الأشرفية. وشعورهم انه هن موجودين في مكان مفتوح يعطيهم اكثر قابليه للتحفيز او الحافزيه والضيوف الكرام.